مشاهدينا أهلا بكم. إنها مصر في أسبوع وأهم أحداث الأسبوع الماضي، وبالطبع هي الأحداث السياسية والتطورات الميدانية على الأرض في الأراضي المحتلة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة. وإحنا في بداية الأسبوع الثالث وتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر، وده بحق المدنيين المسلمين والمسالمين في قطاع غزة، وقصف وتدمير للبنية التحتية والأحياء السكنية ومستشفيات، قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وطبعا تزايد لعدد الشهداء وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع اللي كل المؤسسات الدولية العالمية بتحذر من تفاقم الوضع الإنساني وخاصة في المستشفيات. وده طبعا بعد نداءات منظمة الصحة العالمية بأن الوضع الكارثي أيضا في قطاع الصحة والمستشفيات بينذر بكارثة إنسانية بالفعل. خلينا نبدأ حلقتنا مشاهدينا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يحذر من تصفية القضية الفلسطينية ويدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. الرئيس يؤكد رفض مصر استهداف المدنيين والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. والسيسي وماكرون يتفقان على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في غزة. والسيسي يؤكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة. الجهود المصرية تنجح في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. والرئيس يشهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. ورئيس الجمهورية يوجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية. أما تفاصيل الأحداث فبعد الفاصل. الانجازات اللي انت بتعمله، العاصمه الجديده اللي انت بهرتنا بيه في التلفزيون، ولا حياه كريمه اللي كنا بنشوفها في التلفزيون، كنت بقول يا رب ده فين ده فين ده. لما شفناه على الواقع احنا سعادتنا مش متوقع، يعني مش قادرين، اللسان عاجز. بنرحب حضراتكم مشاهدينا وتفاصيل الأحداث. بالطبع لا صوت يعلو فوق صوت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ولا صوت يعلو فوق صوت مصر المساندة منذ بداية التاريخ للقضية الفلسطينية. ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، وتحذيره الثابت والواضح من أزمة إنسانية خطيرة في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري بممارسات واللي بترفضها مصر والعالم والقانون الدولي الإنساني. وتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وده طبعا كان خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللي نجحت فيها مصر من خلال جهودها الدبلوماسية على المجال الإقليمي والدولي، لأنها تجمع كتير من الآراء، الاتحاد الأوروبي والدول العربية والدول الغربية جميعا على طاولة المفاوضات في القمة. على هامش قمة القاهرة للسلام والمنعقدة بالعاصمة الإدارية، والتي دعت الدول العربية والإقليمية والدولية للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا.
كما استقبل سيادته السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وكذا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وأيضا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن. وده كان أيضا خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقا من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة. من جانبه أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمنا المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي. وقد شهد اللقاء حوارا متعمقا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات السيد الرئيس بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن. واطلع السيد الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلا عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة. وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام واستضافتها لقمة القاهرة للسلام في 21 من الشهر الجاري، وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. من خلال جهود مصر الدبلوماسية الحثيثة والمكثفة بيتم لقاء مصر مع جميع قادة العالم للتنديد بالموقف والكارثة الإنسانية والوضع غير الإنساني في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري للقتال ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع. كان هناك أيضا لقاء مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد من خلاله الرئيس السيسي على ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وتجنب اتساع نطاق التصعيد، وأيضا العمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك. جدد أيضا الرئيس السيسي موقف مصر الرافض لنزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين شهدت تبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية.
كما تناول اللقاء مستجدات الأعمال العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة وتداعياتها الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وسبل احتواء الموقف وتحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في الأسبوع اللي فات أيضا كان لقاء أيضا مهم مع رئيس وزراء ماليزيا، وأكد من خلاله الرئيس السيسي على تنسيق الجهود لتحقيق التهدئة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، إضافة لاستمرار توصيل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع اللي أخيرا الحمد لله يعني نداءات مصر في كل الأوساط الدولية بدأت تؤتي ثمارها، وبدأت المساعدات الحمد لله وقوافل المساعدات تدخل القطاع. ولكن طبعا مع الأسف ومع الوضع الكارثي اللا إنساني في القطاع محتاجين تقريبا أكتر من 100 شاحنة يوميا، فبنتمنى إن شاء الله أن جهود مصر تكلل بالنجاح ونزود عدد الشاحنات إن شاء الله عشان ننقذ أهل القطاع أخواتنا الأشقائنا في فلسطين. وده طبعا كان خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الماليزي بقصر الاتحادية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء جمهورية ماليزيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لا سيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية مكافحة الإرهاب، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزي الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد بصفتها منارة العالم الإسلامي، خاصة من خلال دور مؤسسة الأزهر الشريف. كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في ظل التصعيد العسكري الجاري بقطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس في هذا الإطار النتائج التي انبثقت عن المناقشات خلال قمة القاهرة للسلام. وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. كما أكد الجانبان ضرورة الاستمرار في توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد. وأعرب الزعيمان أيضاً عن القلق من خطورة اتساع رقعة العنف إلى المنطقة، مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسري لأهالي غزة، وتأكيد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
نجاح الدبلوماسية المصرية وجهود مصر في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، الحقيقة الحمد لله يا رب إنها بدأت تكلل بالنجاح زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، وبدء دخول أولى قوافل الإغاثة لقطاع غزة. ما كانتش الأولى يعني، ده كان من بداية الأسبوع اللي فات الحقيقة، لكن بدأت تتوالى الشحنات، وكانت بتشمل الشحنة الأولى كانت بتشمل 20 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وطبعا كان في كتير منها من الأحزاب المصرية أيضا ورجال الأعمال المصريين. الهلال الأحمر المصري أعرب عن شكره للدولة المصرية على جهودها لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتجهيز المعونات الإنسانية للإغاثة والمستلزمات الطبية، وده كان خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد بمشاركة الهلال الأحمر الفلسطيني، واللي تم من خلاله الإعلان عن تفاصيل المساعدات الطبية والإنسانية الجاري التحضير لإرسالها، بجانب المساعدات اللي ينتظر دخولها للقطاع خلال الفترة القادمة. حديث مبكي لوضع إنساني أصبح كارثيا في غزة. وفد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف يتابعان وصول ودخول المساعدات للقطاع، وعلى الأرض نقص في الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود، بما يهدد بموت آلاف الفلسطينيين خلال أيام. الكل يناشد الأمم المتحدة لتوصيل الإغاثة الإنسانية لكل إنسان. نحن كلنا كأمم متحدة ضد العنف، ضد الحرب، ضد والكل السلام. حاليا نتكلم عن كيف نحمي 1,4.4 نسمة اللي هم أطفال ونساء ورجال وكبار ومعاقين، كيف نصل لهم ونحميهم. كل شاحنة تصل إلى غزة تشكل تغييرا، ولكننا في حاجة إلى المزيد. نتحدث عن 100 أو 200 شاحنة يوميا، ونعرب عن قلقنا البالغ من انتشار الأوبئة، لذلك نناشد بدخول الغذاء والمياه والأدوية. ورغم الجهود الدولية لم يتم وقف إطلاق النار ليكون مسار المساعدات الإنسانية هو الخيار المر والوحيد حتى الآن لإغاثة غزة. مساعدة تدخل للقطاع لا تكفي مع وجود قصف إسرائيلي وعرقلة يستمر معها حصار غزة. اللي أنا بطلبه من الجميع، وده قلت الكلام ده، إنه يتم تجهيز السيارات أو الناقلات اللي بتودي الغذاء لقطاع غزة، يتم تجهيزها طبقا للقواعد اللي أرستها منظمة الهلال الأحمر المصري، بحيث نزول الحاجات وتحميلها ما ياخدش وقت. ومع أحاديث الجهات الدولية والأممية يظل السؤال بلا إجابة: متى يدرك العالم أن غزة تتلاشى ويقمع صوتها أمام علو صوت الغارات والمدافع الإسرائيلية؟ مطار العريش الجوي استقبل 4 طائرات إماراتية وتركية وعراقية وكويتية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية وطبية. دخلت الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ودي الثالثة اللي بتتجه للقطاع المحاصر منذ بدء الحرب، وربنا يا رب يعني يساعد إخواتنا في غزة على تحمل يعني الظروف ما أبشع اللي هم بيمروا بيها. يوم الأربعاء اللي فات الحقيقة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس للجيش الثالث الميداني، وإجراءات رفع الكفاءة القتالية وتطويرها وتزويدها بأحدث نظم التسليح لتمكينها من القيام بمهامها القتالية وحماية الحدود المصرية في الاتجاه الاستراتيجي. وأكد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدور الأصيل لقواتنا المسلحة هو حماية حدود مصر وحماية الأمن القومي المصري، وبنشكر قواتنا المسلحة على استعدادها في حالة الحرب والسلام، وربنا يحفظ مصر ويحفظ قواتها المسلحة. عرض عسكري مهيب
نظمته الفرقة الرابعة المدرعة بالقوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد. الرئيس شهد العرض ميدانيا وقام سيادته بتفتيش حرب على القوات للتأكد من جاهزيتهم لأية مهام تطلب منهم. وخلال كلمته للقوات شدد الرئيس على دور الجيش في حماية الأمن القومي والحفاظ على حدود مصر من المساس بها. الأمن القومي والحفاظ عليه وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقة ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها أن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. امتلاك القوة والقدرات العسكرية لا يعني الاندفاع في استخدامها، هكذا حذر الرئيس من خطورة التهور في استخدام القوة، وطالب القوات بالتعامل بحكمة ورشد في صون وحماية تراب مصر. وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة، ولا تضغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك اوهام بقوتك اللي موجودة. انا بقولها لينا كلنا عشان يعني ساعات اسمع كده كلام يقولك مادام عندنا، يعني لا، انت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وأيضا بصبر. الرئيس شرح الدور المصري الإيجابي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تعمل مصر على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين وإيجاد حل دبلوماسي للقضية الفلسطينية بإقامة دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. 20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين إسرائيل وبين يعني القطاع أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجماعات اللي موجودة في القطاع 5 مرات. وكان دور مصر دايما دور إيجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف أثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة إن مهم جدا إن حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الأمل للفلسطينيين، وبيبقى بيوجد دولة لهم على أراضي 67 أو الأراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت يراعي الأمن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي. ولمواكبة التطور العسكري وأحدث نظم التسليح طالب الرئيس القوات بالتسلح بالعلم والإيمان والجهوزية والانتباه. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان. هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، لأنها هتبقى مدعومة بأسباب الدنيا ومدعومة بأسباب السماء. يبقى معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكون تتعامل مع الأمور بشرف من غير غدر ولا خيانة ولا خسة. يعني آخر حاجة هقولها لكم، دايما حافظوا على كفاءتكم وعلى قدراتكم، دايما تكونوا جاهزين، دايما تكونوا حريصين. خلال 5 عقود مضت على نصر أكتوبر العظيم
طورت القوات المسلحة المصرية من قدراتها العسكرية، وخلال السنوات العشر الماضية ارتفعت القدرات العسكرية لمصر بشكل غير مسبوق، جعلها تتفوق على نظرائها في المنطقة بأحدث الإمكانيات القتالية، لتكتمل عناصر القوة للقوات المسلحة بمقاتل على أعلى درجة من المهارات القتالية والتسلح بأحدث الإمكانيات العسكرية والعلمية من أجل حماية الوطن وصون أراضيه. خبر مؤلم الحقيقة الأسبوع اللي فات بعد يعني وفاة سيادة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وطبعا كان في جنازة عسكرية لسيادة اللواء تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو كان بيشغل منصب أمين عام صندوق تحيا مصر. وطبعا تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم اللي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في عديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، وداعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، رحم الله الفقيد. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة. وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف، كان أبرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقاً، وصولاً إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وأيضا تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وأيضا توفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، وخاصة طبعا بعد إطلاق مصر لوثيقة ملكية الدولة اللي بتتيح مكانة أكبر ونسبة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مجال الأعمال والصناعة، وبشكل يسهم في زيادة فرص العمل طبعا ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع السيد الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين. خلصت حلقتنا مشاهدينا، وبنتمنى الأسبوع الجاي في حلقتنا الجديدة نكون يعني بنعلن عن نهاية الدمار والحصار والحرب اللي أعلنتها قوات الاحتلال على أهلنا في غزة. يا رب إن شاء الله ربنا يرفع عنهم البلاء. شعب الجبارين لن يرحلوا لن يرحلوا لن يرحلوا، لأن هم مش هيسمحوا بتصفية القضية، ولا مصر هتسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وهتفضل طول حياتها تساند وتدعم حق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية
القائمة بذاتها وعلى حدودها وسيادتها. تحياتي مشاهدينا. الأرض دي حالفين ما حد يهدها، واللي بغبائهم قالوا نحرق أرضها، نسيوا التاريخ ونسيوا أكتوبر جدودنا، كلمة تيجي الأمانة وإحنا قدها.